بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اولاد ويا اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنعمل معاكم وصفه اكل، يعني اكل عادي يعني، وان شاء الله احتمال ربنا ادانا سير العمر، يعني احتمال اخر فيديو اعمله يعني ايه قبل ما نسافر ان شاء الله مصر. لان طبعا لسه لنا مثلا يوم ما هنريح بقى فيه ونجيب سمك مثلا او نجيب حاجه هشوف يعني. هنا حطيت طماطمايه وبصلايه، انا معايا 3 دجاجات، 3 من الدجاج يعني. حاطه 3 بصلات وسط كده نفرمهم لو انتوا شايفين يا بنات كده. التتبيله اللي انا كنت عاملاها امبارح للوصفه بتاع امبارح، اللي هي التتبيله اللي ما نزلتش، الصويا صوص بس اللي بان في التتبيله، كانت نفس التتبيله اللي انا حطاها النهارده. تتبيلتي في الدجاج كلها واحده، بس هي الفيديو بصراحه اللي حط لي الفيديو ما حطش الفيديو بتاع التتبيله، معلش بقى والله. هي الحاجات دي ملخبطه اليومين دول، على ما ربنا يسهل ان شاء الله. هنا انا حطيت الحاجات دي، الثوم والطماطمايه والبصل، واحط يا بنات شويه خل اهو، احط قيمه فنجان خل، قيمه فنجان كده خل اهو، وهنضرب كل ده مع بعضه وارجع لكم. هنا فرمت بصل وثوم وطماطم وورق لوري، حطيت الورق اللوري بعد ما ما حطيت يعني الحاجه دي كده. هنا بقى نفس التوابل يا بنات. متابعه من المتابعين حبايبي اللي عندي سالت ان انا حطيت صويا صوص بس على الدجاج. انا حطيت يا حبيبتي الصويا صوص في الاخر، بس هو الفيديو للاسف ما نزلش، ما اتحطش مع الفيديوهات. كنت حاطه هي بودره ثوم وبودره بصل، وده كزبره ناشفه، ودي بابريكا، ودي ملح، ودي التوابل اللي بعملها على ايدي على طول، بقول لكم عليها قرفه مع قرنفل مع هيل. حلوه قوي قوي الدجاج والكفته والحاجات دي بتبقى جميله، ريحتها تحفه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط اهو بودره الثوم اهو والبصل مع بعض والكزبره والتوابل اللي بقول لكم عليها اهي، دي جميله جدا جدا قوي، حلوه قوي قوي للدجاج. وما نكون عاملين 3 حبات دجاج او معلقه بتاعه الشاي الصغيره ملح، يعني معلقه كده، المعلقه دي كبيره شويه، معلقه كده ملح بس، ما نكترش الملح غير كده، اكتر من كده يعني، عشان ما يحدقلناش، لان هي الدجاج اللي بيتعمل في الفرن ده بيشرب كل التتبيله اللي بتتحط له بيشربها. هحط ده كله واحط شويه كركم برده اهو. الكركم حلو قوي قوي، مفيد جدا جدا، وبرده حلو مع الدجاج. وانا حطيت الخل خلاص، احط شويه صويا صوص برده الصويا صوص بدي تحريقه شويه، فبنقلل برده الملح، بنعمل حساب ونقلل الملح، بس بدي طعم جميل جدا للحمه والدجاج والكفته والحاجات دي. وهنحط بقى زيت زيتون، انا هعملها بزيت الزيتون والثوم، يعتبر زيت زيتون وثوم اكتر حاجه في الوصفه دي. انا فرمه ثوم برده، شويه ثوم حلوين فيها. هفتح بس الشطه دي، بيحبوها حاره الولاد، ولاد ابني بصراحه بيحبوا الدجاج حار، فانا احط شويه شطه، احنا لقيت واحده مفتوحه فما رضيتش افتح الثانيه، خدت اللي فيها. كده حطينا كل حاجه كده اتحطت في التتبيله دي. التتبيله يا بنات اللي بعملوها على طول الدجاج، سوا شرايح بعمله سوا متقطع، يعني التتبيله دي معتمداها على طول. وهندوق بقى، هتدوقوا برضه، هتدوقوا يعني تشوفوا الحوض. لا جميله مظبوطه، مش عايزاها حادقه، مش هدوق الحاجه الاقيها حادقه، لا الاقيها مظبوطه، لان هي الدجاج هيشرب الحاجه دي، فما هو بعد ما يشرب ويستوي تبقى الحاجه مظبوطه برضه. لكن لو حادقه شويه مش هيبقى، هيشرب هيحتق مننا. نحط الدجاج كله وبعدين نحط الخلطه عليه هنا اهو، مصفيه من الميه كويس اهو وغسلاه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى الخلطه بتاعتنا كده على كلها تتبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايدهم بس كده. كده يا جماعه، وانا شغاله كده معاكم، وبشكركم جدا جدا جدا
بشكر كل اللي دخل لي، كل اللي دخل لي بشكره وجزاه الله خير. ومبسوطه قوي والله عشان انا دخل لي الاسبوع ده، دخل لي ما شاء الله مشتركين، والبركه ربنا يخلي لها عيالها يا رب. ريري ربنا يصلح حالها ويخلي لها جوزها وعيالها وبارك لها يا رب، وبارك لها في كل حاجه، بارك لها في صحتها وفي رزقها وفي عيالها وفي جوزها في كل شيء، هي وكل متابعين يا رب، هي وكل متابعين وكل المسلمين. ربنا يا رب يبارك لكم يا رب ويصلح حالكم. حطيت فص توم هنا. انا طبعا ضربه التتبيله دي فيها توم، هي ناقصها حاجه واحده، ناقصها حاجه واحده، مش عارفه انتوا تابعتوها ولا لا. اول مره اعمل الدجاج من غيرها يعني وكده. الليمون مع ده جنزبيل، ده نسيت احط برده شويه جنزبيل، الجنزبيل برده مفيد جدا سواء فريش او بودره في الاكل. الجنزبيل والكركم مفيد جدا يا جماعه في الاكل قوي، حلو قوي، من الحاجات المفيده الحلوه. انا حاطه في التتبيله وبحط شويه برده كمان اهو كركم. بشكركم جدا جدا وبحبكم في الله، وربنا يصلح حالكم يا رب، وخلوا لكم اولادكم وخلوا لكم رجالكم ويصلح حالكم يا رب. شويه صغيرين كده تتبيله من التوابل دهيت ببطاطس. بسم الله. هي طبعا الدجاج هينزل برده التتبيله بتاعته، بس انا بحب اتبل البطاطس اللي بحطها تحت برده كده. ما حطيتش ملح، كمان البطاطس بتمتص الملح جدا، انا ما حطيتش ملح معاها، بس انا التتبيله فيها ملح بس ما حطيتش ملح تاني يعني، زودت شويه توابل بس ما زودتش ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هحط الصدور كده في صينيه والوراك في صينيه. وطبعا دي بتتحط فين؟ ممكن نحطها في قاع الفرن من تحت لمده 10 دقائق، وبعدين نحطها على الشبكه في النص، وفرننا بيفضل عالي ولا بنغطي ولا اي حاجه خالص. ومجرد ما بتاخد تحمر مجرد ما بتحمر من فوق، بتبقى احمرت كده من فوق، رغم احنا مولعين من تحت بس ان الاحمرت احمرت من فوق بنقلبها قلبه واحده وخلاص. بنسيبها كده على نار عاليه جدا على الشبكه في النص، بس انا في الاول احطهم 5 دقائق في قاع الفرن من تحت الصينيتين. واول ما بلاقيها خدت لون لوحدها كده من فوق، بقوم قلبها واحده واسيبها لما تاخد اللون التاني، وعلى كده خلاص بتكون مستويه مع التحمير بتستوى. هي الدجاج كده، الدجاج طري وما هوش كبير حجمه كبير ولا حاجه، ما بيحتاجش غطا ولا حاجه. انا مقطعه زي ما انتم شايفين كده يا بنات اهو، مقطعه اهي الوراك والصدر عشان عشان التتبيله دي تدخل كده فيه. ابصها بقى هنا يا جماعه هنا الرز كمان بالبرتقال ده وبالليمون. الطبخ الرز بالبرتقال وبالليمون بيبقى جميل جدا، بيبقى حلو قوي. اعصر واحده على الصينيه دي وواحده على الصينيه دي. كده خلاص دجاجنا جاهز يدخل الفرن على اعلى نار عندنا، بنحطه تحت 5 دقائق او 7 دقائق في قاع الفرن، وبعدين بنطلعه على الشبكه، وبالفرن طبعا عالي زي ما هو عالي جدا، على ما بياخد اللون بنرجع نقلبه بس، وكده بيبقى استوى خلاص. الدجاج بتاعنا استوى معانا، مجرد ما بياخد اللون بياخد السوا مع بعض. كده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل البسله ونعمل شويه رز. شايفين السمنه يا بنات قد ايه؟ ما تتعودوش تكتروا السمنه في الاكل، لان هي مش بكتر السمنه، الاكل مش بكتر السمنه او بكتر الماده الدهنيه فيه. هنا حطيت معلقه سمنه او معلقتين كده، ما هوش كتار يعني، وهنا هحط برده معلقه كده، معلقتين برده من الرز عشان هعمل شعريه. هنا هعمل شعريه هيبقى معلقه بتاع الشاي بس سمنه.
يعني بس انا عشان هعمل شعريه، والشعريه لازم ايه تاخد شويه تسويحه كده. كده غسلت الشعريه زي ما قلت لكم كده. لو هنعمل رز ابيض عادي ممكن ما نحط سمنه خالص، لو جنبه خضار او جنبه شوربه او جنبه حاجه ما نحطش سمنه خالص. لكن لو هنعمل نحمر شويه شعريه لازم نحط سمنه. هنا بقى انا حطيت البصله ومباشر على طول هحط ايه؟ هحط البسله اهي. البصله البيضاء زي ما هي، ما نحمرش البصله. وبعدين البسله لما نكون جايبينها اكياس مجمده او احنا مجمدينها عندنا في الفريزر لازم نغسلها في المصفى تحت ميه جاريه في الحنفيه، يعني تحت الحنفيه كده على ميه جاريه، ولازم نشطفها، لازم نغسلها. ما نحطهاش كده متلجه كده في الاكل، هيبقى ريحه التلج وطعم الثلاجه فيها في الفريزر. فلازم تتغسل تحت ميه جاريه. يبقى ناخد نحطها في المصفى لو احنا مفرزينها عندنا او شاريينها مفرزه، زي ما انا جايبه دول مفرزه كده، هنحط ايه؟ هنحطها تحت ميه جاريه. خلاص كده انا حطيتها كده البسله، واحط برده الجزر اهو. وهعمل ايه بقى؟ ههدي النار جدا واغطيها شويه، وبعدين احط الطماطم. ما نحطش الطماطم عشان تستوي بسرعه معانا. لو عايزين تستوي بسرعه ما نحطش الطماطم مباشره على طول، بنهديها الاول تاخد شويه سوا، وبعدين نهدي ايه، وبعدين نحط ايه؟ الطماطم. اغطيها بقى. كده الرز خد تشويحه برده حلوه مع الشعريه تاني. خد الرز تشويحه برده حلوه كده، برده ما بتشوح شويه كمان والرز بيبقى حلو، بيبقى له نكهه حلوه قوي. وكده الميه بتاعتنا مغطيه اهي. نحط بس الملح بتاعنا وخلاص. هنا البسله يا جماعه، البسله يا بنات لازم عن التشويحه دي، يعني ما تحطوش الطماطم لما تبقى طابت شويه، بالاخص البسله المجمده لما نكون احنا مجمدينها مفرزينها او جايبينها مفرزه، لازم ايه تطيب شويه. و يعني نمسك الحبايه كده يعني شايفين، نلاقيها بقى طابت كده دخلت في السوا، نقوم حاطين ايه؟ الطماطم. ما نحطش الطماطم خالص في الاول. وبعدين البسله من الحاجات لما تحط لها يعني مش هحط ملح لها الوقت خالص، ولا التوابل في الاخر خالص هحط لها الملح والتوابل. بس عارفين هي محتاجه ايه الوقت؟ محتاجه شويه سكر. المكعبين دول معلقه سكر، يعني معلقه صغيره مش معلقه كبيره. المكعبين ده احطهم كده، ونحط بقى ايه؟ الطماطم. وكده بقى هنهدي عليها ونتركها، مش هنحط لها بقى حاجه تاني الوقت خالص. هنهدي عليها بس كده ونتركها لغايه ايه؟ ما تستوي. الرز بتاعي اول ما يغلي برضه ههدي عليه، ده نشف كمان اهو، ههدي عليه برضه. شوفوا بقى ما بقول لكم هنقلبها مره واحده كده يا بنات اهي، شايفين كده بقى بنقلبها ايه؟ مره واحده كده، يعني هي خدت لون هنا اهي، هنقلبها كده. والبطاطس كمان استوت اهي، هي مع التحميره بتستوي، ما بتحتاجش اي حاجه ثانيه. يعني هي الوقت دخلت في السوا، على ما تاخد اللون الثاني هكون ايه؟ هكون استوت زي ما انتم شايفين كده اهي. هحطها بقى تاخد اللون الثاني، هتكون ان شاء الله كملت السوا، واطلع الصينيه الثانيه اقلبها نفس دي الدجاج يا بنات يا حلوين كده، نفس التتبيله ونفس كل حاجه زي ما عملته قدامكم اهو. طبعا التتبيله دي ما فيهاش اي ماده دهنيه غير زيت زيتون، شويه زيت زيتون، ما فيش موجود زيت زيتون هيبقى زيت ذره اهو. طلعتها من الفرن، قلبتها زي ما قلت لكم قلبه واحده، وخدت اللونين كده عشان الفرن كان عالي جدا. ولو الفرن مش حامي بتاعكم وما احمرتش هتولعوا الشوايه من فوق تحمروا بس، ولا غطيتها خالص ولا اي حاجه. بس انا حاليا دلوقتي هغطيها عشان تفضل طريه تطرى كده على ما ايه، هي طريه اهي. انا عايزه اوريها لكم برضو اهي، يعني هي طريه وحلوه اهي، شايفين؟ بس عشان ماسكه الكاميرا اهي، مستويه وطريه وجميله في منتهى الجمال، طعمها جميل جدا. الف هنا وشفا. كده الاكل اكلتنا مصريه 100%.
اكله بسيطه جدا جدا يا بنات، برضه معانا كفايه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الدجاج بتاعنا اهو. ولا غطيته ولا حاجه، شايفين مستوي ازاي؟ ده الصدر اهو. هنا الورك بتاعنا برضه اهو مدبوسه، والفراخ طريه وجميله اهي، ولا ناشفه ولا حاجه، طريه خالص اهي. وده البسله، اكله بسيطه يعني عاديه اهي. ده البسله بتاعتنا اهي، وده الرز بتاعنا المشعريه اهو. اكله مصريه 100%، وبسيطه جدا. ومستنيه بقى مستنيه تعليقاتكم ومشاهداتكم، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.